السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هعمل صينية جلاش، هنعمله جلاش حلو، وهعمله بطريقة سهلة خالص. واحنا اولادي بيحبوه بالمهلبية، فانا هشغلهم بالمهلبية. عايزين تحشوه بحاجة تانية احشوه. فهنعمل ايه؟ الخطوات بسيطة جدا وسهل وعلى طول. معايا ايه؟ كوبايتين لبن، ومعايا عليهم معلقتين نشا. ادي واحد، ادي اتنين، ومعايا معلقة سكر، ومعايا معلقة سكر اهي، بس معلقة صغيرة، فانا هحط ايه منها معلقتين بس كده، وهدوبهم وهايه هحطهم على البوتاجاز. خلاص، تعالي بينا نشوف هنعمل ايه. ادي القشطة اهي اتعملت معايا مكعبين سمنة، نزلت بيهم واقلبهم كده وهي سخنة، وهسيبها تبرد شوية كده عشان اعرف احشي بيها ايه الجلاش. بس كده. ادي جبت صينيه مدهونه سمنه، وهعمل ايه؟ بصوا يا بنات، انا الجلاش بتاعي بصوا معمول ازاي، ورغم لسه جايباه، بس بص لقيته مقطع كده، بس مش مشكله، هنعمله برضو. بصوا، انا دهنت الصينيه كده سمنه، وهنزل الجلاش بتاعنا. مفيش حاجه انك جايباها مثلا تقولي اتقطعت هرميها، لا لا لا، هعمليها تتعمل معاكي. هنعمل ايه تاني؟ هندهن بقى الصينيه، دهني سمنه كده، سمنه ايه الماده الدهنيه اللي انت عايزاها، بس يستحسن سمنه بلدي، بتبقى بتخلي الحاجات الحلوه طعمها حلو قوي. برضو اعمل كده اهو. ادهن برضو سمنه، كل ما تحطي راق تدهني ايه سمنه، عشان تبقى ايه الجلاش بتاعنا مورق. هو طري قوي، فعشان كده متقطع مش مستحمل، بس عادي خالص. هنعمله وندهن بقى سمنه. هنعمل ايه تاني بقى؟ هنجيب القشطه الكدابه اللي احنا عاملينها. عايزين عندكم معلقه قشطه تحطوا عليها حط. هنزل هنا بالقشطه، ونفرديها بقى في الصينيه. فردنا القشطه بتاعتنا، هنعمل ايه؟ هنحشي، هنحط برضو اللي عملناه هنحطه هو هو.
اهو. ندهن برضو. هنعمل ايه بقى؟ هندهن الاطراف دي عشان نلم ايه كده. اروح ايه نازلين كده اهو. وننزل تاني كده. برضو اهو. تنزلي كده. واعمل ايه تاني؟ معايا الورق بتاعنا ده هنسوي بقى عشان ايه احنا هنعمل بيه ايه اهو. هنلف بيه العجينة بتاعتنا. انا قلت العجينة معلش، هنلف بيه الجلاش او الفطيرة بتاعتنا بس كده. بس كده نجيب بقى سكينة ونقطعها. ادي هنقطعها بقى التقطيعة اللي تعجبك. عايزة تقطعها حلو وقطعها بالسكينة المشرشرة. هعمل ايه؟ انا هقطعها مثلثات ولا مربعات؟ اقطعها مثلثات. هنقطع كده بالنص. هنعمل ايه تاني؟ هعصر سمنة اهي. وطبعا انت مولعه الفرن مسخناه. فهننزل ايه هنحطها على 180 بس كده. حاولي تعصي الجناب اهو كده. بس هروح مدخلها الفرن وهنشوفها مع بعض. بصوا يا بنات اهي طلعت وشكلها تحفه تحفه. واول ما تطلع نزقيها بالشربات وهي سخنه كده، ويكون الشربات بتاعنا بارد. بصوا جميله. وزعوا بقى عليها الشربات كده. جميله.
هي بس سخنه، تهدى بس وهوريها. خلاص بصوا يا بنات، ادي الصينيه هي جميله جميله. هي بيضت شويه صغيره بس انا قلت ايه عشان اقفل الفيديو، وهي ناجحه اهي شربت السكر اللي انا حطاه، فقلت عشان اقفل الفيديو فانا ايه هقطعها معاكم كده وهي سخنه شويه. بصوا القشطه بصوا سخنه، بس انا عشان اخلص بصوا الجمال، بصوا القشطه. انتوا ادوا عليها شويه انا عشان اصور. بصوا جميله ازاي، بصوا القشطه، بصوا الخرطه، بصوا جميله ازاي. بصوا اهي، والقشطه ما طلعتش ولا اي حاجه. وبصوا سايحه ازاي، انا عيالي بيحبوها سخنه كده عشان ياكلوا القشطه سايحه كده. ايه رايكم؟ استنى ادوقها معايا. بصوا ادوقها، بصوا جميله جميله. وبصوا القشطه، بصوا تسويتها، بصوا شكلها بجد تحفه. بصوا القشطه سايحه وجميله ازاي، بصوا المنظر. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، جميله جدا. عايزين بقى تحطوا عليها مكسرات من فوق، سوداني، الحاجات اللي انتوا عايزينها. بس انا اولادي ما بيحبوش الحاجات دي، بيحبوها كده بالمهلبيه، ما بيحبوش السوداني ولا اي حاجه. انتوا بقى زينوها بشويه سوداني كده وحاجات كده جميله جدا وشكلها تحفه. بصوا الشكل جميله، احسن من اللي بنجيبها من بره. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم ويكون سهل، وتجربوا وصفاتي تعجبكم. واللي اول مره يخش قناتي يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك عشان يجيله كل جديد من مطبخ مرة. واقول لكم ايه، مع السلامه يا احلى متابعين. هتوحشوني من الفيديو ده للفيديو اللي جاي. ما تنسوش اللايك، باي.